ليفربول في السنة اللي فاتت في آخر السنة باع ساديو ماني. ساديو ماني كان باقيله عقد، في عقده تقريبا سنة. فليفربول قال لك بدل ما يمشي مجانا احنا نبيعه ويستفيد بيه، فباعه بايرن ميونخ. اتعاقد بعديها مع دياز، وتعاقد مع جاكبو اللي هو لسه متعاقدين معاه من شهرين. طيب الاتنين مش قادرين يعوضوا ساديو ماني. هل الاتنين مستواهم وحش؟ لا، الاتنين مش وحشين، مستواهم كويس جدا. بس اختيار اللاعب المناسب للخطة بتاعتك افضل من ان انت تشتري لاعب مش مناسب جدا للخطة بتاعتك حتى لو مبلغ كبير. يعني ساديو ماني كان مع منظومة ليفربول ممتاز. طب كان ممتاز في ايه؟ ليفربول كان بيعتمد على الضغط العالي، يعني يخنق الفريق اللي قدامه. اي فريق ما كانش بيقدر يطلع بالكرة قدامه، حتى السيتي نفسه ما كانش بيقدر يطلع بالكرة قدامه. ليه؟ لان ساديو ماني كان مثلا موتور ضغط. يعني الراجل ده كان ضغط، بيضغط على اللي قدامه بطريقة فظيعة. يعني مش مهاجم. عارف انت المهاجم لما بيضغط على مدافع بيبقى طري شوية، او مش مدافع، هو مهاجم، فبالتالي عنده حتة الاستخلاص مش موجودة عنده كويس. لا، كانت موجودة قوي عند ساديو ماني، وكانت موجودة قوي عند فيرمينيو. هي كانت اقل شوية عند صلاح، بس صلاح كان بيعوضها بحاجات تانية. عشان كده الملعب تحس انه كان بيبقى مايل ناحية ساديو ماني شوية. ليه؟ لأنه هو عايز الكرة تطلع من الحتة دي. كان بيبقى الضغط الكامل من فيرمينيو بحيث إن الكرة تطلع من الناحية اليمين أو الناحية الشمال عند ساديو ماني، لأنه عارف إن ماني بيضغط الباك اللي قدامه. فكانت أي فرقة بتحاول تطلع بكرة كانت بتطلع من ناحية صلاح، لأن هو لو طلع من ناحية ماني كانت بتبقى صعبة جدا. فليفربول كان معتمد اعتماد كلي على الضغط العالي. طيب الناس دي هل هي مش مؤهلة؟ لا لا، مش بنفس قوة ساديو ماني في الضغط على الدفاع. فبالتالي اي فرقة بتلعب ليفربول النهاردة بتطلع بالكورة بسهولة جدا. عندها طبعا لما بتطلع بالكرة بتطلع بتضرب خط النص كمان، يعني مش بتطلع بتضرب الهجوم، لا ده بتضرب خط النص كمان. فبالتالي بيضغطوا ليفربول. يعني شفنا النهارده في فرق زي برايتون، زي مثلا وولفرهامبتون، بيضغطوا ليفربول وليفربول بيضطر انه يدافع. انما ايام ساديو ماني ليفربول لا، ما كانش بيضغط الضغطه دي. حتى السيتي نفسه ما كانش بيضغطوا كده. فبالتالي ليفربول فقد لاعب مناسب جدا للمنظومه، بالاضافه لفيرمينيو. فيرمينيو مستواه هبط، وهو جات له اصابه، فالدنيا مش كويسه شويه. فبالتالي اسلوب الضغط العالي اللي كان بيلعبه ليفربول ما بقاش موجود. في حين ان ماني راح النهارده، انا شايف ان هو برده مش موفق في الدوري الالماني. يعني انت لو بصيت على ساديو ماني مع بايرن ميونخ، مش هو ساديو ماني بتاع ليفربول. بس ماني كان مناسب للمنظومه بتاعه ليفربول. العجيب واللي انا مش فاهمه لغايه دلوقتي، ليه ليفربول تعاقد مع اتنين لعيبه عشان يعوضوا ساديو ماني، والاتنين لعيبه مش مناسبين للمنظومه بتاعتك. يعني جاكبو هو لاعب عالي جدا وكويس جدا وكل حاجه، بس مش مناسب للمنظومه بتاعتك. حتى نونيز مش مناسب للمنظومه بتاعتك. انت كان عندك مثلا فيرمينيو كان صانع لعب اكتر من المهاجم. انما النهارده داروين نونيز فرص جديد بتضيع، لعيب كويس جدا وسنه صغير، بس مش مناسب للمنظومه بتاعتك. هل هيقدر كلوب السنه دي او السنه الجايه يطور الثلاث لعيبه دول بحيث ان هم يبقوا مناسبين للمنظومه بتاعته؟ طب هل هو هيقدر يغير المنظومه بتاعته علشان ينقذ الموسم بتاعه؟ لان ليفربول النهارده السابع او الثامن، فهو هيبدأ يجري علشان يخش الأربعة الأولانيين علشان دوري الأبطال. طب الأربعة الأولانيين مين؟ أرسنال اللي هو بيقرب من الدوري، السيتي اللي ما بيطلعش من البيك فور، اليونايتد المنتعش اللي هو ماشي ما شاء الله عليه كويس، نيوكاسل اللي هو بقاله 7 8 ماتشات مش بيتغلب، وأقوى دفاع تقريبا موجود في الدوري. فبالتالي الموضوع مع ليفربول صعب، وصعب جدا بالوضع اللي هو موجود فيه. سلام.